دي هي شانجان سي اس 55 بلس 2027 التقفيل المحلي. تعالوا النهارده نعمل ريفيو كامل على العربيه دي. الشانجان بتنزل بفئتين، اول فئه مليون 130، تاني فئه مليون 260، والتقفيل الخارجي ما بقتش تنزل في مصر. منافسين العربيه طبعا هافالجو لاين التقفيل المحلي اللي نزل جديده، هنعملها لكم قريب برده ريفيو عليها كامل. وتاني عربيه الجيلي سيتي ري، هي برده نفس الفئه بتاعتها ونفس الرينج، حاجه كده او اغلى منها بحاجه بسيطه، بس هي في نفس الرينج بتاع العربيه دي. اللي معانا النهارده الفئه الاولى، وهقول لكم الاختلافات بالظبط ما بين الفئه الاولى والفئه الثانيه. تعالوا كده نشوف تصميم العربيه، شكله حلو ورياضي. في عندك هنا بصوا بتاع كده بالاحمر في جنب الاكسدام، شكلها رياضي حلو. الفوانيس طبعا ال اي دي، وهتلاقوها واخده من دي ان اي شانجان، هي معظم الشانجانز هتلاقيهم نفس الدي ان اي كده، شكلها حلو. والشبك تحسه بالازاز، لكن ده بلاستيك، بلاستيك شفاف، كان يديها طابع ان هي ازاز ورياضيه، شكلها حلو. وطبعا دي الشبك، تحس كده ان العربيه كهرباء في نفسها بس يعني متخفيه، وفي كده حتت بكروم في الشبك، شكلها لذيذ برده حلو قوي. لوجو شانجان، وعربيه فيها كاميرات اماميه وحساسات اماميه بس في الفئه العاليه، وكاميرا 360 طبعا بس برده في الفئه العاليه. الفئه الاولى ما فيهاش فتحه بانوراما، ما فيهاش شيفت باير، والشاشه اصغر ب 2 انش من الفئه العاليه. طول العربيه 4 متر ونص، وعرض العربيه متر 800، فالعربيه قاعده عجلاتها كبيره جدا وعائليه قوي، والعربيه تصنف كاس يو في، فزي ما انتم شايفين ابعادها كبيره ومساحات فيها واسعه جدا. وبرده بصوا العتب في كده فبر وحته بالاحمر زي في الشبكه الامامي، شكلها حلو. دايما بيحاولوا يدوك حته كده شكلها رياضي عشان تمشي مع اداء العربيه، فشكلها حلو. وبرده هنا حته بالاحمر زي ما انتم شايفين، وحته كده كانها فيها فتحات هوائيه بس للاسف فيك. مرايات تو تون بالاسود، شكلها لذيذ. العربيه فيها كومفورت اكسس وكيليس انتري زي ما انتم شايفين. جنوط العربيه مقاس 19 انش 225 55 19، والجنطه زي ما انتم شايفين تو تون وشكله لذيذ قوي، ديسكات اماميه وخلفيه. ولكن في الفئه العاليه الجنوط شكلها بيتغير. الشنجان مجملا اكتر حاجه بتميزها ان تصميمها عصري جدا وشكلها حلو. الفوانيس الخلفيه بصوا شفافه، تحسوها، بحب قوي الفوانيس دي، اكتر الفوانيس اللي بحبها في العربيات لما تبقى شفافه من ورا، تبقى شكلها شيك قوي. وال اي دي زي ما انتم شايفين، وفي حته جوه بكروم، فتحس كده فوانيس تحفه فنيه، شكلها حلو. لوجو شنجان بس ما بيتفتحش زي الشنطه زي في دبليو. كاميرات خلفيه طبعا كده كده، ولكن للاسف ديفيوزر فيك. نفسي كانوا يعملوا فتحات شكمان حقيقيه، كانت هتبقى احلى بكتير الصراحه، لكن فيك للاسف. وهنا في عواكس في نص العربيه برضو زي العربيات الاف 1، كلهم بياخدوا الحته دي دلوقتي في العربيات. وفيها مساحات هنا ونور ستوبات زي ما انتم شايفين بشكل شيك قوي في السبويلر، شكلها حلو قوي الصراحه. الحته دي معموله كده بالبيانو بلاك، وفيها 2 ستوبات فوق وشارك فين انتنه. والعربيه دي ما فيهاش بانوراما، ولكن الفئه العاليه فيها بانوراما وفيها كل حاجه زي ما انت عايز. وتعليق العربيه الخلفي مالتي لينك في اي فئه، دي حاجه ثابته. وكالعاده الموتور اللي احنا عارفينه من شانجان بلو كور، ال 1500 تربو اللي بيخرج 185 حصان و300 نيوتن متر، متوصلين على فتيس 7 سرعات دول كلاتش ويت. منظومه ادائها رياضي وارقامها كبيره جدا. ارقامها دي اكيد طبعا التسارع هتبقى كويسه جدا، ولكن هي للاسف على الدفع الامامي، لكن ارقامها كويسه جدا وادائها حلو، العربيه ادائها فايق. طيب تسارع العربيه هتلاقوه في حدود 8 ثانيه ونص او اقل بشويه على حسب ظروف التسارع. وسرعه العربيه القصوى حوالي 190 كم في الساعه. شنطه العربيه مش كهرباء عشان دي اول فئه، ولكن في الفئه العاليه شنطه كهرباء. مساحه الشنطه زي ما انتم شايفين واسعه، 475 لتر، عائليه جدا وكويسه، مساحتها كافيه. ولو قفلت الكراسي دي ضمتها هتعدي 1400 لتر. ورا عندك انوار، مفيش مخارج غالبا، مفيش اي مخارج ورا. وجنط الاحتياطي طبعا موجود هنا في الستراب ده، بتشده كده هتلاقي جنط احتياطي تحت مؤقت. ومجملا مساحات عائليه جدا، والعربيه تنفع عائليه بامتياز. هم حبوا يفاجئونا بالتوليفه الرياضيه اللي شكلها جامد، ولكن للاسف نسيوا الماتيريالز انها تبقى جلد. ده عيب كبير جدا، المفروض لازم تبقى جلد في الفئه دي، لان هي فئه مش رخيصه. زي ما قلنا سعر العربيه مش رخيص، فلازم يبقى هنا في جلد. الحته دي للاسف بلاستيك، ودي برده بلاستيك، يعني الحته دي كلها نص الباب بلاستيك. عندك بس جلد في الحته الحمراء دي. وهنا حته كده عامله زي الخشب، وزرار الازاز عامل شبه الالومنيوم. وهنا ممكن تاخد ازازه لتر ونص، مساحه كبيره مش وحشه. مساحات العربيه كويسه جدا، زي ما قلنا العربيه طولها 4 متر ونص، فيعني مساحتها مش وحشه. ولكن تحت كانت ممكن تبقى اكبر شويه لو كانوا رفعوا الكرسي شويه، بس هي من تحت متضايق سيكه، لكن هنا كويسه. طيب نفق الفتيس شبه معدوم، مفيش نفق فتيس يعتبر. والمساحه اللي في النص برده كويسه جدا. عندك بس للاسف مخرج تكييف واحد واثنين مخارج يو اس بي عاديه، فكانوا يخلوها بس تكييفين، وكانوا يخلوا المواد اللي هنا جلد، كانت هتبقى احسن بكتير. وطبعا دي ما فيهاش بانوراما زي ما قلنا عشان دي الفئه الاولى، لكن الفئه العاليه فيها بانوراما عادي جدا. والماتيريالز الكراسي كويسه جدا زي ما انتم شايفين ومريحه، ما فيش اي مشاكل مع الماتيريالز الخلفيه. وتكييف العربيه
برضو كويس، بس هو في الطلعه الاولى برضو مش عارف ليه ما يبقاش اقوى حاجه، ولكن هو ممتاز يعني مش وحش. الحمد لله المواد الاماميه جلد، يعني كان المفروض ناقصه ورا بس كانت تبقى جلد، كانت هتبقى في حته تانية الصراحه. هنا برضو جلد بالاحمر زي ورا، وحته برضو بالخشب زي ما قلت لكم زي برضو ورا. هنا مساحه كبيره بقى، هنا ممكن تاخد ازازه لتر او اكتر من لتر. هنا مساحه كبيره قوي، وزي ما انتم شايفين دريكسيون عامل شبه بتاع بيجو 3008 وال 5008، نفس بتاع بيجو، شكله حلو الصراحه قوي وجميل. هي الشاشه برضو محطوطه برضو نفس حطه البيجو، شكلها برضو حلو. فيها عندك كروس كنترول وليب كين اسيست، دي فيها كروس كنترول، لكن الفئه العاليه بيبقى فيها ليب كين بقى ولين ديبارتشر وورنينج والكلام ده كله. هنا مساحه تخزين زي ما انتم شايفين هنا كده. والفتيس عادي مش شيفت باي واير عادي عشان دي اول فئه، ولكن اعلى فئه بيبقى فيها شيفت باي واير وكمان وايرلس تشارجنج. الشاشه دي 10 انش، ولكن في الفئه العاليه بتزيد 2 انش فبتبقى 12 انش. والشاشه دي برده كبيره، الشاشه دي حوالي 8 انش او 10 انش برده حاجه كده. الشاشه دي مش صغيره وواضحه جدا ونقائها حلو في الشمس. نقائها حلو مفيش مشاكل معاها، والتكييف برده زي ما قلت لكم كويس. هنا عندك مرايه، هنا برده في مرايه وانوار هنا زي ما انتم شايفين، شكلها لذيذ. ال اي دي مرايات عاديه مش تعتيم. المواد هنا بتلق، هنا بصوا كده في مواد بتلق مش احسن حاجه الصراحه، الحته دي بتلق كده مش عجباني قوي يعني هما. وبرده لو كانت هي زراير ماشي كويسه قوي ان هي زراير، بس لو كانوا خلوها زراير حتى زي بتاعه البيجو، يعني هم طالما واخدين الحته دي بتاعه البيجو قوي كانوا يخلوا الزراير اللي بره زي بتاع البيجو برده، زي البيانو كده، عارفين زراير البيانو كان هتبقى احسن، لان هي برده شكلها مش احسن حاجه كده وهي زراير جوه كده. كراسي كهرباء وبتتحرك في كل الاتجاهات زي ما انتم شايفين من اول فئه. الحمد لله الكراسي كهرباء من اول فئه، دي ميزه كويسه. المواد كلها جلد وكويسه زي ما انتم شايفين، كلها جلد جوه بس بلاستيك، اللي الحته اللي فوق العداد دي كلها بلاستيك، لكن قدام ايدك اللي هتيجي عليه جلد، مش هتواجه صعوبه يعني في المواد ان هي تبقى وحشه او كده. وطاره العربيه مبططه دي شيب او دي شيب الناحيتين، 3 سبوك زي ما انتم شايفين، وحلوه جدا وخفيفه زي ما انتم شايفين. والعربيه فيها سبورت مود وايكو، وممكن تغير درايفنج مود سيلكتور من هنا بيتغير من هنا زي ما انتم شايفين. والستيتشنج بالاحمر في العربيه طبعا عشان يوري لك ان دي عربيه رياضيه، وتلاقي كمان مع فرش الباب العربيه الداخلي، وكمان شكل العربيه الخارجي في الاحمر اللي قلت لكم عليه. دي حته اللي انا كان عندي مشكله معاها، بس الحته دي بتلق كده بطريقه مش كويسه قوي لذيذه، تقفيلها مش حلو الحته دي الصراحه. ودي الزراير اللي بقول لكم المفروض لو بقت بيانو كده او شبه الخارجه لبره هتبقى احسن بكتير، لان هي شكلها مش واضح قوي ومش احسن حاجه الصراحه. شاشه العربيه زي ما انتم شايفين، تعالوا اوريها لكم سريع. في ابل كار بلاي واندرويد اوتو طبعا. هنا عندك قفل الشاشه وفتح الشاشه وتوطيه الصوت، تاتش طبعا زي ما انتم شايفين، تاتش اهي لذيذ يعني الحته دي. عندك هنا الراديو، تكييف العربيه طبعا. هنا الهوم، كار لينك، الابل كار بلاي والاندرويد اوتو زي ما انتم شايفين. تعالوا نشوف هنا ممكن تخلي عجلة القيادة العربية خفيفة أو ناشفة من هنا من الشاشة. وطبعا تتحكم بقى في الثبات الإلكتروني، الاي اس بي، يعني العربية فيها اي اس بي طبعا واير باجز كويسة. ممكن تتحكم في الإضاءة لأن فيها امبيانت لايت، فيها عداد، تتحكم في عداد الشاشة من هنا. لازم تدوس دوستين. Here. open car windows. Opening all windows. اوبن، فتح كل الازاز العربيه، ودي ميزه كويسه جدا. تعالوا كده نتاكد تاني. close all windows. I am listening. close all windows. Closing all windows. فويس كوماند شغاله وانا مش ماسك ازاز، وهي كويسه جدا الحركه دي الصراحه. والفئه العاليه زي ما انتم شايفين فيها بقى درايفنج مود سيلكتور احلى بكتير من الفئه الاولى. بصوا ميكانيكال كده وشكله حلو قوي، في شيفت باي واير طبعا شكله حلو. نفس المواد اللي قلت لكم عليه، نفس التعليق اللي هو الحته دي بتلق كده مش ثابته قوي. والشاشه طبعا اكبر 2 انش بالظبط، دي الفئه الاولى 10 انش، دي 12 انش. فيها 2 كاب هولدرز كده بشكل شيك، ومساحه تخزين تحت كبيره، بس دي كانتش موجوده في الفئه الاولى برضو. وعندك مخارج شحن زي ما انتم شايفين، وده بيفتح سوفت، دي حاجه كويسه جدا. يعني مفيش اي مشكله مع التقفيل العربيه غير بس الحته دي. طيب تجيب العربيه دي امتى؟ تجيب العربيه دي لو انت عايز عربيه عائليه قوي، عائليه ومساحتها كبيره وموتورها كويس فايق، اداء بتاع العربيه كويس جدا ومساحتها كبيره، وفي فئه سعريه كويسه جدا. ممكن بس الانتقادي الوحيد على العربيه التقفيل العربيه الامامي، الحته اللي قلت لكم عليها، والبيبان الخلفيه ما فيهاش جلد من فوق خالص، فهي دي بس الانتقاد الوحيد. فتحه التكييف واحده بس،
كان المفروض يخلوا فتحتين تكييف عشان الناس ما تبقاش قاعده متضايقه، هيقعدوا بقى يتخانقوا عليها الحته اللي ورا دي. لو عندك اولاد او كده فالحته دي بس هتبقى انتقادها الوحيد. العربيه في المجمل ان عربيه كويسه جدا وعائليه وادائها فايق وحلو، وبتنزل بالسعر الرسمي. لا للاسف ما بتنزلش بالسعر الرسمي، عليه اوفر برايس. فيعني يا ريت نشتري العربيه دي من غير اوفر برايس. والعربيه دي بتديك توليفه عائليه جدا وكمان رياضيه، فاداء مرضي جدا العربيه وتوليفه مرضيه. قلت لكم بالظبط الفروقات ما بين اول فئه وتاني فئه. ويا رب النهارده تكونوا استفدتوا في ريفيو الشنجان سي اس 55، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سبسكرايبك الجميل، سلام.